الإعلامي المغربي محمد الواموسي المقيم في فرنسا نشر تدوين عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث جاء فيها: لم تستند المحكمة الفرنسية في إدانتها للفنان المغربي سعد المجرد بتهمة الاغتصاب على أي دليل مادي. المحكمة أقرت في تفسيرها للحكم بعدم وجود أي تطابق في فحص الحمض النووي للمتهم وذلك الموجود على ملابس الضحية، لكنها استندت في حكمها على 4 أشياء أساسية. أولا، أن المتهم لديه سوابق في نفس الموضوع. ثانيا، إقراره بممارسة العنف عليها وطلبه الصفح منها. ثالثا، أنه كان تحت تأثير مخدر الكوكا. ورابعا، ثبات الضحية في أقوالها مقابل ارتباك المتهم. وكذلك المستشار القانوني أمين الفتحي أشار إلى نفس النقطة، حيث قال بكل صراحة وبعيدا عن العاطفة: أول مرة كرجل قانون كنشوف حكم يقضي بتهمة الاغتصاب والفعل المادي الأساسي ديال الجريمة اللي هو العلاقة الجنسية غير موجود. لأول مرة يتأكد لي أن القانون الفرنسي يساعد كل فتاة على أنها تمشي بخاطرها وتبوس وتعنق بخاطرها، وإذا بان لها البلان ماشي هو هذاك تقدر تصرخ وتغوت، وبهذا تكون رمات تهمة الاغتصاب على الرجل. ذكرني هذا بملف ديال مغربية في أستراليا أدعته الزوجة ديالو المغربية بسبب العنف، وكان سبب البراءة ديالو فيديو المصعد الذي ظهرت فيه المرأة وهي كتضرب رأسها. كرجل قانون يؤمن بقرينة البراءة، أظن أن حكم الاستئناف سيبرئ سعد من تهمة الاغتصاب. المغاربة عانوا من ظلم القضاء الفرنسي من سنين، ليس أول مرة. يكفي فقط أن نتذكر قضية عمر الرداد الذي حكم عليه القضاء الفرنسي ب18 سنة رغم وجود أدلة تثبت براءته كالحمض النووي، لكنهم استندوا فقط إلى استنتاجات غير مادية كوجود على الحائط "قتلني عمر". كيف لشخص ميت أن يكتب هذه العبارة؟ عمر الرداد قضى 7 سنوات وتدخل الراحل الملك الحسن الثاني ونال عمر حريته وبراءته، وكذلك شاب مغربي قضيته مثل قضية سعد المجرد بكل تفاصيلها حكم عليه ب20 سنة، وبعد 20 سنة اكتشفوا أنه بريء. كأن القضاء يضرب عرض الحائط كل الأدلة المادية ويحكم فقط انطلاقا من استنتاجات فقط، أو أنه عربي أو مغربي. أتمنى أن تظهر براءة سعد قريبا. من لا يعرف هاتين الحادثتين التي تكلمت عليهما أن يكتب لي في التعليقات لأتحدث عليهما بالتفصيل في فيديو آخر.